السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مع أميرة. فيديو اليوم رايحين نعملوا عصير الجزر. هذا العصير روعة، وكم ما تقولوش بلي فيه الجزر واحد ما حيفيقلو. قبل ما نبداو وصفتنا نصليو على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا نروحوا المقادير مع بعضانا. في وصفتنا نحتاج كيلو جزر، كنت قشرته وغسلته وقطعته دوائر صغيرة باش يطيب لي بالخف. كما راكم تشوفوا راح نحطه في طنجرة اللي راح يطيب فيها، ولا تحطوه في قدرة كما تحبوا، ونضيف عليهم 2 لتر من الماء. كمية تاع الماء دي كافية باش يجينا القوام تاعو مليح. الجزر العصير تاعنا يجي ماهو تقيل ما خفيف. راح نحطه على النار قاوية، كي يغلي نقص عليه حوالي ربع ساعة 20 دقيقة ونخليه يبرد. بعد ما برد هنا الجزر تاعنا راح نضيف له، من المفروض نضيف له عصير حبتين ليمون. انا الليمون تاعي ما حبش يتعصر كيما شفتوا فيه شويه عصير، هكا عصرت ما حبش، رحت قشرته كل برتقال ونحيت له البذور تاعو وقطعته كيما راكم تشوفوا. حطيت عليه كاس سكر حسب الذوق، عملوا اقل ومن بعد ذوقوا وزيدوا بشويه، وحبتين من الياورت او الزبادي. انا عملت دي فواكه الغابه يعني فيها ممزوج ولا مباليش. المهم هو من الافضل تعملوا ذوق فراولة يجي روعة في الوصفة دي. تعملوا ولا كان عندكم تانا حبات فراولة تزيدوها يجي روعة، يجي احسن واحسن. انا بعد ما رحيته بالبراميكسر كما راكم شفتوا، بقاو لي شويه الحبيبات هذوك تاع الليمون. الجزره وحي ترحى الليمون، من المفروض اني حطيته عصير كما قلت لكم. راح نحطه في الخلاط، عندي اللي ميحبش الفتات هذوك ونرحيه. دقناه جانا شويه ناقص سكر زدناه على حسب الذوق. انا ولادي صغار كما تعرفوا صغار يحبوا شويه حلاوه بزايد. انا رحيته هنا في الخلاط كما راكم تشوفوا، وراح تشوفوا القوام تاعو كيفاه يعود روعه قد قد. والبنه ما نحكي لكمش. وهنا نكون وصلنا لنهايه الوصفه. اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تدعموني باللايك، واذا اول مره تشوفوا قناتي ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد. يلا مع السلامه، باي.